الله يسعد لي اياكم. طبعا في مشكله حاليا صايره بموضوع السيارات. في عندكم اشخاص ايام الحرب، في اشخاص ما معها هويه، في اشخاص ما مطالعه هويه، في خلينا نقول عساكر كانت من شقه هويتها كانت موجوده عند النظام. هاي الاشخاص شغل عم بدها تشتري سياره مثلا. فما في شيء يثبت غير اخراج قيد، واخراج قيد احيانا ما عم يملكوا هذا الشخص سياره. فتواصلنا مع مدير النقد بهذا الموضوع، قالنا خلوه يكتبوا له على اخراج القيد انه لحين اصدار الهويه، يعني لحين استخراج الهويه. راح احد الاشخاص تواصل، راح احد الاشخاص على النفوس وقال له بدي اياك تكتب لي لحين اصدار الهويه. قال له ما بنحسن نكتب لك هذا الشيء لانه ما عندنا نحن تعليمات بهذا الموضوع، بموضوع اخراج القيد انه نكتب هذا الشيء ونعطيك الختم. فتواصلنا مع مدير النقل فوعدنا خير ان شاء الله انه هذا الشيء احتمال يعمموه، مشان اي شخص ما معه هويه بده يتملك سياره يتملك عن طريق اخراج القيد لحين اصدار الهويه، بعدين بعدل بياناته على الهويه الجديده مشان تكون السياره طبعا نظاميه باسمه، وتكون الاجراءات كلها صحيحه اول باول. طبعا نشكر نحن الدوله انه عم يتعاونوا وعم يحاولوا انه يحلوا مشاكل، كل شيء مشاكل بالسيارات عم تطلع، لانه طول ما الواحد عم يشتغل في عنده اغلاط. فان شاء الله طبعا مشكله عم يحلوها اول باول ان شاء الله. حتى موضوع لما قلنا نحن فحص السياره انه كان الضوء ما شغال، راح لعند رفيقه لسبب الدوزان، طبعا عند الموظف الثاني لسبب الدوزان. فان شاء الله في تعميم بهذا الموضوع انه خلص يعتمدوا انه خلص اضاءه هي اللي راسبه، يفحصوا فقط اضاءه ان شاء الله. وان شاء الله الامور على خير ان شاء الله.